مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بأبرز العناوين. وضع جيد للمزارع ومناطق الرعي في مديرية عرزة. جهود لتوسيع خدمات رياض الأطفال بإقليم شمال البحر الأحمر. إجراءات حظر التدخين في الأماكن العامة المتخذة بمدينة كرم تشير إلى نتائج مبشرة. ترامب يؤكد استمرار وقف إطلاق النار رغم الغارات الإسرائيلية على غزة. رواندا والسنغال توقعان 5 اتفاقيات تعاون. الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام كامل. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية عرز السيد مهرت وراية إن المزارع ومناطق الرعي توجد في حالة جيدة إلى جانب امتلاء الخزانات بفضل الهطول الجيد للأمطار في موسم الخريف لهذا العام. وأضاف إن 95% من أصل 14955 هكتارا كان مخططا لزراعتها زرعت بالحبوب والبذور الزيتية وقد وصلت إلى مرحلة الحصاد. وذكر السيد محرتو ذكر المزارعين بضرورة الإسراع في حصاد محاصيلهم الناضجة، مشيرا إلى أن الآفات أصبحت تحت السيطرة بفضل إبلاغ المزارعين للجهات الزراعية المعنية سريعا والإمدادات الكافية من المبيدات الحشرية من قبل وزارة الزراعة. وأضاف أن خزانات المياه والسدود والحواجز خزنت كمية كافية من المياه جراء الهطول الجيد للأمطار في موسم الخريف المنصرم، حتى بتسليط الضوء على الحواجز والخزانات التي خرجت عن الخدمة. هذا وقد أجرى المكتب حملة تطعيم للمواشي لحوالي 32 ألف ماشية ولأكثر من 1800 كلب، مؤكدا على الأوضاع الصحية للمواشي بأنها في حالة جيدة بفضل الرعاية الصحية التي تقدم وإثراء مناطق الرعي الغنية بالتنوع النباتي في المديرية. في غضون ذلك تشير الأنباء الواردة أنه يتم العمل على أنشطة الحفاظ على المياه والتربة في مساحة 1590 هكتارا بمشاركة السكان والطلاب. عقد فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر في 18 من أكتوبر اجتماعا في مصوعة لتقييم مدى تنفيذ برامج العام الدراسي 2024-2025 ومناقشة الخطط المستقبلية. وأوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الخطة الجاري تنفيذها هي بناء مؤسسات تعليمية تستوعب أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بالتنسيق مع مديري المديريات خلال العام الدراسي الحالي. وافادت التقارير بأن 6 مدارس ابتدائية ستبدأ خدمات رياض الأطفال في العام الدراسي 2024-2025، وسيتم افتتاح 3 مدارس ابتدائية جديدة في مناطق أفعبت وأدوبحة ونقفة، وسيتم ترقية 3 مدارس ابتدائية إلى المرحلة الثانوية في مناطق مصوع وأفعبت وفره. كما أشارت التقارير تسجيل نمو بنسبة تقارب 20% في نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الصف الثامن، وقدمت دورات تدريبية لأكثر من 88% من المعلمين الجدد لتعزيز قدراتهم. في الختام وبعد مناقشة التقارير قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات لبذل جهود أكبر لزيادة مشاركة المرأة وفتح مدارس داخلية في منطقتي فرو وقلعله وإيجاد سبل لتحسين النقل والبنية التحتية للمدارس. وفي كلمة أدلى بها في المناسبة أشاد وكيل وزارة التعليم السيد بطرس هيلماريان بالتقدم المحرز في تعزيز قدرات المعلمين وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، مؤكدا دراسة التحديات المتعلقة بضمان الوصول إلى التعليم وجودته والعمل على إيجاد الحلول. قدم ممثلو فروع وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيمينارا لأكثر من 3000 مواطن في الإقليم الأوسط بهدف توعية المجتمع حول ضمان حقوق الطفل ومحاربة ممارسة العادات الضارة.
شارك في السمينار الذي عقد في قاعة الإكسبو الأمهات وربات المنازل ورجال الدين والمواطنين المؤثرين إلى جانب ممثلي صحة إدارات الضواحي بمديرية سنبل. وأوضح المختصون ضرورة احترام حقوق الطفل التي تنص على تلقيهم الرعاية والعناية الاجتماعية اللازمة وتلقي فرص الخدمات التعليمية والصحية وضمان عدم تخلف الإناث عن التعليم لأسباب غير أساسية. وذكر خبير الرعاية الاجتماعية في فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محاري بدوره إعطاء الأولوية للأطفال من متلازمي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو. ودعت مديرة مديرية سنبل السيدة صقة إلياس المشاركين للاستفادة ونشر المعرفة والمعلومات التأهيلية التي تلقوها في حياتهم العامة. وطالب المشاركون بتنظيم أنشطة مماثلة نظرا لأهميتها الاجتماعية. أفاد سكان مدينة كرن أن إجراءات المراقبة المستمرة والحملة لتنفيذ التوجيه بحظر التدخين في الأماكن العامة تعطي نتائج جديرة بالثناء. وأضافوا أن التدخين انخفض بشكل ملحوظ في المدينة بشكل عام وفي الأماكن العامة والمرافق بشكل خاص. وحث الجهات المعنية للتضافر في هذا الشأن الذي بدوره يدفع لضمان صحة المجتمع العامة. وذكرها بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع التدخين في بعض الأماكن والمؤسسات داعين أصحاب المرافق إلى الالتزام بالإرشادات بجدية. وفي إشارة إلى الإعلان الذي يقضي بحظر استخدام التبغ ومنتجاته في الأماكن والمؤسسات العامة، ذكر مسؤول الرقابة والقانون بإدارة المدينة السيد كبراء بن درياس إنه بدأ العمل بتعيين لجنة تعمل على مستوى الإقليم وتشرف على العمل منذ عام 2023. كما تم تقديم 12 مؤسسة تقدم الخدمات العامة و10 دكاكين إلى المساءلة القانونية لتفرض عليها عقوبات بمخالفتها لهذه اللوائح. وأكد السيد كبراء في الختام على أهمية التوعية كونها حاسمة في إحداث تحسن سلوكي وصحي لدى المواطنين ومجتمعهم. وحث الجميع على القيام بدورهم تجاه العواقب الخطيرة المترتبة على بيع وتسويق السجائر للقاصرين. على الصعيد العالمي يموت شخص واحد كل 6 ثواني ويموت حوالي 8 ملايين شخص سنويا بسبب منتجات الطبخ وفقا للدراسات. أفاد مسؤول مركز صحة حلحل الممرض هيثم إبراهيم لوكالة الأنباء الإريترية أن عدد الحوامل اللائي يراجعن المركز الصحي ويضعن في المؤسسات الصحية يتزايد من حين إلى آخر بفضل حملات التوعية التي تجري، بذكر أن 267 أم حامل تلقت خدمات المراجعة الصحية في الأشهر ال9 الماضية، مما يشير إلى الارتفاع بنسبة 16% عن العام الماضي. كما وصل عدد الأمهات اللائي يضعن في المركز وضعن إلى 180 أم في الوقت ذاته، حيث ارتفع من العام الماضي بنسبة بلغت 7%. وأضاف أن الأمهات يستفدن من خدمات غرف انتظار الحوامل، وإنه يتم العمل على عمليات التوعية من أجل ضمان صحة الأمهات والأطفال على حد سواء. ويقدم المركز خدمات التطعيم والصيدلة ومتابعة الحوامل والولادة ومراجعة طب الأطفال والصحة البيئية وخدمات المعامل وفحوصات مرض السل وأمراض معدية أخرى. وناشد الممرض هيثم في الختام الجهات المعنية بصيانة مرافق المركز الصحي وتوفير الكوادر الطبية اللازمة للمركز لتقديم خدمات صحية بفعالية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائما رغم الغارات التي شنتها إسرائيل على أهداف في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية ردا على سؤال حول استمرار الهدنة: نعم، إنها ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن وراء أي خروقات، وألقى باللوم على بعض المتمردين داخل الحركة، مضيفا أن الأمر سيتم التعامل معه كما يجب وبحزم. وفي وقت لاحق على الجيش الإسرائيلي أنه استأنف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا في بيان أن القرار جاء بناء على توجيهات المستوى السياسي، وذلك بعد تنفيذ سلسلة غارات محددة عقب خرق الاتفاق من قبل حماس بحسب البيان.
يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية ومدفعية على عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة، ردا على خرق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد مقتل جنديين إسرائيليين في وقت سابق في هجوم في رفح. وقعت رواندا والسنغال 5 اتفاقيات تعاون، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغالي ديوماي أفاي إلى رواندا. وتتضمن هذه الاتفاقيات الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات العادية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بمجالات الصحة والزراعة والتنمية. نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة سنوية له منذ عام كامل في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، حيث نما بنسبة 4.8%، متأثرا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي. وقالت الحكومة في تقرير إن بيانات الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر تمثل أضعف وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.2% في الربع السابق. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 5.2% في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وعلى الرغم من التعريفات الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الصين، ظلت صادرات البلاد قوية نسبيا، حيث حولت الشركات مبيعاتها إلى أسواق عالمية أخرى. قتل شخصان بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها على المدرج والغرق في البحر، وفق ما أفادت الشرطة. وأعلنت شرطة تشغيل مطار هونغ كونغ الدولي أن طائرة شحن قادمة من دبي انحرفت عن المدرج وسقطت في البحر أثناء هبوطها في المطار. وأظهرت الصور التي التقطت بعد الحادث طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تحمل شعار شركة طيران إير أكت مغمورة جزئيا في الماء قرب حاجز المطار البحري، مع فتح مزلاج النجاة وانفصال مقدمة الطائرة عن الزيل. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وضع جيد للمزارع ومناطق الرعي في مديرية عرزة. جهود لتوسيع خدمات رياض الأطفال بإقليم شمال البحر الأحمر. إجراءات حظر التدخين في الأماكن العامة المتخذة في مدينة كرم تشير إلى نتائج مبشرة. ترامب يؤكد استمرار وقف إطلاق النار رغم الغارات الإسرائيلية على غزة. رواندا والسنغال توقعان 5 اتفاقيات تعاون. والاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام كامل. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.